لا هو كيميتشي موظف كحيان عنده 30 سنه، حياته روتينيه زي اي موظف عادي، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، مفيش اي حاجه جديده ومفيش اي اثاره، بس ده كله بيتغير في يوم من الايام. وفي يوم بقى عادي وهو بيتصفح في وسط المواقع بيلاقي موقع غريب وبيقرر بقى ان هو يجربه. مجرد ما بيضغط عليه حياته بتتغير 180 درجه. فجاه بيلاقي نفسه في وسط غابه مظلمه ومخيفه، ومش كده وبس، بيتفاجئ ان في رساله غريبه بتجيله من النظام، وبيكتشف ان هو بيكون اتنقل لعالم اخر، ولكن العالم ده ما بيكونش عادي لان هو بيمتلك مهارات فريده من نوعها. بقى ميزه عنده ان هو بيمتلك متجر سحري يقدر ان هو يشتري من عليه اي حاجه من العالم القديم، وكمان بيكون عنده مخزن سحري يقدر ان هو يخزن فيه اي حاجه بيمتلكها، ولكن في شرط عشان يقدر ان هو يشتري لازم بقى ان هو يكون معاه فلوس. ثواني كده، هيجيب الفلوس ديت ازاي اصلا؟ بيلاقي خانه في النظام ده يقدر ان هو يبيع فيها ادوات ذو قيمه. عشان كده بنشوف ان كيميتشي بيبدا بقى ان هو يستكشف المكان لحد ما بيلاقي هيكل عظمي يكون مرشوق في جسمه سيف، وبيقرر بالفعل انه ياخد السيف ده وبيبيعه للنظام، ومن خلال النقود اللي بيحصل عليها بيشتري شويه اكل وكمان عجله، وده طبعا عشان تسهل عليه الحركه في قلب الغابه. لكن الحظ دايما ما بيكونش في صفه، فجاه بيلاقي نفسه ان هو بيكون قدام قطيع من الذئاب الجائعه، بيحس ان نهايته بتكون قربت وبيقول لي يخرب بيت حظ الهباب. لكن بسرعه بنشوف ان هو بيشتري نبله من المتجر وبيبدا بقى انه يهجم بيها على الذئاب. في النهايه بيقدر انه يهرب منهم باعجوبه، وبعد رحله طويله اخيرا بيقدر انه يوصل لحدود الغابه. شوف بقى قدامه سور مدينه ضخمه، وبيبدا بقى انه يدور على طريقه من خلالها يقدر انه يخش بيها المدينه. مجرد ما بينزل على الطريق بيلاقي ان في تاجر بيكون في وشه، يبدا بقى انه يتكلم معاه ويطلب منه المساعده عشان يقدر انه يخش المدينه ديت معاه. ولما التاجر بقى بيبص له بيكون مستغرب من هيئته لان شكله بيكون غريب واللبس اللي بيكون لابسه كمان اغرب، لكن في النهايه بيحس ان هو بيكون على الله حكايته وبيقرر بقى ان هو ياخده معاه. لما بقى بالفعل بيخش المدينه بنشوف ان كيميتشي بيكون فعلا عايز يرد الجميل ده للتاجر، لكن زي ما انت عارف ان هو بيكون على الله ومعهوش اي حاجه، وبيبدا بقى انه يدور على الحاجات اللي معاه لغايه ما بيلاقي شويه فلفل اسود. عشان كده بيقرر بقى انه يهديهم للتاجر ده على سبيل الشكر. اول لما التاجر ده بيشوف الفلفل عينه بتوسع، وبيبدا بقى انه يتكلم معاه بدهشه وبيقول له يخرب بيتك، انت ما تعرفش ان انت كده بتلعب بالنار، وان قبه التوابل لو شافت الفلفل ده هيعملوا معاك احلى جلاشه. مع الرغم من كده بنشوف ان التاجر بيقرر انه ياخد منه الفلفل الاسود، وكمان بيدله على فندق يقدر ان هو يرتاح فيه. اول بقى لما كيميتشي بيوصل للفندق بيقابل البنت ديت وبيقول لها على كل اللي هو بيكون عاوزه، يقول له بص كده يا معلم، انا عندي استعداد اديك كل اللي انت عاوزه وكمان اوفر لك الغرفه اللي ترتاح فيها، لكن ده طبعا مش ببلاش ولازم انت تساعدني في اعمال الفندق. وبتقرر بقى انها تعمل له عمليه حسابيه معقده حبتين. اما بقى بتسال 1 زائد 1 بيساوي كام، بيقول لها 2، طبيعي جدا. والبنت ديت بقى بتكون متفاجئه من كيميتشي ان هو بيكون عنده القدره على الحساب، لان معظم الموجودين في المدينه ديت لا عندهم الخبره في الحساب ولا القراءه والكتابه. لكن كيميتشي بيبدا بقى يعرفها ان هو بيكون اجنبي عن المدينه ديت وما عندوش اي خلفيه عن اللغه الخاصه بيهم، عشان كده بقى بيطلب منها انها تعلمه الاساسيات وفي المقابل هيديها هديه. انت لما بتسمع الكلام ده بتتحمس جدا، وبالفعل بتقعد معاه وبتعلمه كل الاساسيات. ولما بقى بينتهي بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يكافئها وبيديها شويه حلويات. مش كده وبس يا صديقي، لا كمان بيقرر ان هو يرسمها ويهديها الرسمه ديت كعربون شكر. المهم بنعرف بقى ان كيميتشي بيقرر انه يمتهن في المدينه ديت مهنه التجاره، وعشان يبدا لازم يسجل نفسه في نقابه التجار. ولما بقى بيوصل هناك بيكون في شويه اختبارات لازم يجتازها، وبالفعل بيقدر ان هو يجتازها بكل جداره. وبعد ما بياخد الرخصه بتاعته اصبح تاجر رسميا معتمد في المدينه. وبعد ما بياخد بص على السوق بيقرر انه يرجع تاني للفندق. اول بقى قرار بيتخذه ان هو يصنع لنفسه مكتب عشان يعرض عليه المنتجات بتاعته. لما بقى بينزل السوق يا صديقي بنشوف ان اول حاجه بقى بيقرر ان هو يبيعها هي شويه مشابك، برضه بيكون معاه شويه خناجر وبيكون عنده حماس البدايات. البضاعه بتاعته بقى بتبدا انها تتباع والدنيا بتكون ماشيه معاه تمام التمام. لما بيعدي عليه فارس وبياخد بص على الخناجر اللي هو بيصنعها وبيبدا بقى انه يهتم بالصناعه بتاعته. لما كيميتشي بيكون بيتكلم مع الفارس ده بنشوف ان في شويه قطط بشريه بيدخل عليهم. لما بقى بيبص على البضائع بتاع كيميتشي بيهتموا جدا بالاقمشه اللي هو بيكون عارضها، ما بياخدوش وقت كتير في التفكير وبيقرروا بقى ان هم يشتروا منه 3 قطع اقمشه. لما بقى بيجي وقت الحساب بنشوف ان القطط البشريه ديت بتكون على الله حكايتهم ومش عارفين اي حاجه، بيكونوا بقى بيتلخبطوا في الفلوس، ولكن كيميتشي بيبدا بقى انه يتعامل معاهم بكل امانه، وده بقى اللي بيخلي الفارس يعجب بكيميتشي. بسبب المعامله اللي بيكون كيميتشي عملها للقطط بيقرر بقى الفارس ده يشتري الخنجر من كيميتشي بالسعر اللي بيقول عليه. اما بقى بالنسبه لكيميتشي يا معلم في نهايه اليوم بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا لان هو بيكون باع شويه بضايع زي الفل، وبكده يقدر بقى ان هو يسد كل الايجارات اللي كانت متاخره عليه بسبب ان زباينه بدات انها تكتر. فبيقرر بقى انه ينوع البضايع اللي هو بيعرضها، بيقرر بقى انه يعرض شويه مجوهرات، وزي ما انت عارف يا معلم الحاجات دي بتعجب البنات والزهر بيبدا ان هو يلعب معاه. ولكن طبعا يا صديقي المفاجآت ما بتقفش لحد هنا. القطط البشريه بيقرروا ان هم يرجعوا تاني لكيميتشي، ولكن المره دي مش عشان قطع القماش، ان هم المره اللي فاتت والمره دي كمان بيكونوا شم منه ريحه التوابل. زي ما انت عارف بقى يا صديقي لو نقابه التوابل شمت عنه خبر فهتنفخه، وعشان كيميتشي يقدر ان هو يلم الدور فبيقرر انه ياخد القطط البشريه وكمان الحاج سوسه لعند النهر، وبيقرر انه يعزمهم على اكله سمك زي الفل. بعد الاكله الجامده دي يا صديقي بنشوف ان القطط البشريه بيبداوا ان هم يتكلموا مع كيميتشي وبيوعدوه ان هم مش هيقولوا لاي حد عن السر بتاعه. المهم في تاني يوم لما كيميتشي بيرجع تاني للسوق بيتفاجئ ان في خادمه بتكون جايب السيده بتاعتها اللي بتكون اسمها برمولا، والبنت دي بقى يا صديقي مش زي اي بنت لانها بتكون بنت اكبر تاجر موجود في المدينه. قرر انها تعرض على كيميتشي ان هو يجي معاها يقابل والدها عشان بيكونوا عايزين يعملوا معاه شويه بيزنس، بل ان الوحيد اللي هو بيبيع المشابك اللي بتكون مميزه في المدينه، وده طبعا بسبب الجزء المعدني اللي فيها. وفعلا كيميتشي بيقتنع بالكلام وبيقرر انه يروح للقصر مع
برمولا لغايه ما بيروح يقابل والدها. هنا بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يعرض عليه المجوهرات اللي هو بيصنعها كمان بالمره، ولما التاجر ده بيبص على البضاعه الخاصه بكيميتشي بيلاقي انها متقنه الصنع، قرر بقى انه يعرض عليه ان هم يصبحوا شركاء وكمان ياخد نسبه من الارباح. بعد ما بينتهوا من الاتفاقات وكمان بيمضوا العقد بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يسيبهم ويروح للغابه لان هو بيكون عايز يصنع لنفسه بيت. اول بقى حاجه بيقرر كيميتشي ان هو يعملها انه لازم يقطع الاشجار، وعشان كده بيبدا بقى انه يشتري منشار وبيبدا انه يقطع فيهم. ويوم بقى ورا التاني بنشوف ان كيميتشي بيحس ان الوضع بيكون صعب عليه، وعشان كده بيقرر بقى انه هو يشتري حفار، وده طبعا عشان يسهل عليه عمليه تاسيس المنزل. بعد بقى يوم طويل بيقرر بقى انه يروح للنهر عشان ياخد الدش المتين، لكن الامور ما بتمشيش معاه ببساطه لان في مشكله صغيره بتقابله وهي مشكله الحشرات. وفورا بيبدا بقى انه يفتكر كلام الموظفه اللي كانت في الفندق. حل المشكله دي بسيطه من خلال اداه سحريه ممكن هو يشتريها من عند اي ساحر. بعد كده بقى بتنديل بينا الاحداث لعربيه بتكون عماله تنقل شويه اطفال، بيطلع لهم شويه قطاع طرق وما بيستكفيش ان هم بياخدوا شويه الاموال اللي معاهم، لا بيقرروا ان هم ياخدوا الاطفال ويستعبدوهم. وبنرجع بقى تاني عند كيميتشي وبنشوف ان هو بيقضي وقت طويل جدا وهو عمال بيبني في البيت بتاعه. وبعد كده بيقرر بقى انه يروح لابو برمولا عشان بيكون عايز يزود التجاره معاه، وده خصوصا بعد ما صرف كل فلوسه تقريبا في الحفار. لما بقى بيرجع تاني للغابه بيبدا بقى انه يقلب في المتجر لغايه ما بيلاقي كوخ مناسب جدا وبيقرر بقى ان هو يشتريه. ولكن هنا بتكون الصدمه وبيبدا بقى يتكلم مع نفسه بيقول ما طبيعي يكون رخيص بالسعر ده، بل انه اكتشف ان الكوخ ده بيجي له متفكك ولازم ان هو يجمعه بنفسه. عشان كده بيقرر بقى انه يستعين باصدقائه من القطط البشريه عشان يقدروا ان هم يبنوا كوخ في اسرع وقت ممكن. يمر عليهم شهر كامل اثناء هم بقى بيكونوا عمالين بيبنوا المنزل ده، وكمان كيميتشي بيكون في التجاره بتاعته لغايه ما اخيرا بينتهوا من بناء الكوخ الجديد. بالنسبه بقى لكيميتشي بيقرر بقى انه يروق على نفسه وبيعمل بقى حديقه صغيره قدام البيت بتاعه. وفي تاني يوم بيقرر بقى انه يروح عند مديحه عشان يشكرها على كل حاجه بتكون عملتها له من ساعه ما جه للعالم ده. بعد ما بيخلص واثناء وهو بيكون راجع للبيت بيتفاجئ ان هو بيقع في فخ الذئاب البشريه هم اللي بيكونوا ناصبينه. مجرد ما بيقع في الفخ الذئاب البشريه بيظهروا وبيبداوا ان هم يهجموا عليه، ولكن كيميتشي بيقرر انه ما يضيعش وقت وبيهجم عليهم بالنبله بتاعته. ومش كده وبس، لا كمان بيرمي عليهم بومب العيد. ومع الرغم من كل الهجمات ديت ما بتكونش كفايه، وعشان كده بيقرر انه يستعمل الحفار وبيبدا بقى انه يكسر في كل الاشجار، والذئاب ديت بتحس بالخطر وعشان كده بيقرروا ان هم يهربوا. مع رغم كل اللي بيحصل بنشوف ان في سهم طايش بيسيب احد النمور. مع رغم ان النمر ده بيكون معروف ان هو بيكون خطير جدا بالنسبه للبشر، ولكن كيميتشي بيقرر انه يساعده وما يسيبوش يتألم في لوحده للغابه، وعشان كده بيقرر انه ياخده معاه للمنزل ويبدا بقى في علاجه. ولكن بيحس ان ده مش كفايه، وعشان كده بيقرر انه يروح للمتجر الخاص بالساحر عشان يشتري له علاج مناسب. اما بقى الاخبار دي بتبدا بقى انها تنتشر لغايه ما بتوصل عند الحاج سوسن وكمان تانية بيتاكدوا فعلا ان كيميتشي ده بيكون شخص طيب. اما بقى بالنسبه لصاحبنا بيقرر انه يرجع تاني للغابه ويبدا بقى انه يشتغل في الحديقه الخاصه بالمنزل لغايه ما بيتعب وبينام على نفسه. وفي تاني يوم لما بيصحى من النوم بيتفاجئ ان النمر ده بيكون زي الفل، وعشان كده بيقرر انه يطلق سراحه ويرجعه تاني للغابه. لكن ديت ما بتكونش المفاجاه الوحيده، لان هو بيتفاجئ ان برمولا بتكون وصلت لعند المنزل بتاعه وهو بيكون مستغرب هي وصلت لهنا ازاي اصلا. ويبدا بقى انه يتكلم معاها وبيسالها باستغراب انت ازاي قدرتي تعرفي مكان بيتك الجديد. برمولا بتبدا تعرفه ان تانية تقريبا سيحت له في كل مكان وعرفت الناس كلها على مكان بيته الجديد. تبقى الكلام بتشوف ان عينيها بتقع على الحفار وبتكون مستغربه من الاداه ديت، وبتبدا بقى تسال كيميتشي عليها. وبالنسبه بقى لكيميتشي ما بيكونش ناوي ان هو يكشف عن السر بتاعه، فبيبدا بقى انه يتكلم معاها بكل ثقه وبيعرف ان هو بيكون ساحر وان ديت احد الادوات السحريه بتاعته. المهم بنشوف ان تانية بتكون معجبه بالمنزل جدا وبتقرر بقى انها تاخد فيه لفه، واول ما بتوصل عند الحمام بتكون معجبه بيه جدا لدرجه انها بتقرر بقى انها تجربه بنفسها، لدرجه ان هو بيعجبها جدا. وبعد كده بتبدا بقى انها تعرض على كيميتشي ان هم يصنعوا كميات منه وبيبداوا ان هم يبيعوه في شركه والدها. وكيميتشي طبعا مش هيضيع الفرصه ديت من ايده، يقول لها بكل ابتسامه طالما في فلوس انا كده كده معاكي. وفي نهايه اليوم بنشوف ان كيميتشي بيكون قدر يرسم برمولا وبيقرر انه يديها الرسمه دي كهديه ليها. بعد كده بقى بيتنقل بالمشهد عند مقر قطاع الطرق وبنشوف ان هم بيعذبوا الاطفال وبيبداوا ان هم يستغلوهم وبيشغلوهم كعبيد عندهم. ولكن ما علينا، في تاني يوم بقى صديقي بنشوف ان برمولا بتقرر انها تاخد كيميتشي طبعا عشان يقابل والدها ويوري له المنتجات الجديده اللي كيميتشي بيكون قادر يصنعها. لكن والد برمولا بيصدم كيميتشي وبيعرفوا ان في منتج جديد بيكون عايز يدخله الاسواق، وبيكون عباره عن مضخه بدائيه للميه. اول بقى لما كيميتشي بيشوف المنتج ده هنا بيبدا ان هو يقلق بقى، اللي بيخليه ان هو يشك ان ممكن في حد في المدينه ديت يكون جاي من العالم الاخر زي ما هو جاي هنا بالظبط. ده بقى اللي ممكن يخليه خطر عليه ويعمل ما بينهم تضارب مصالح. اليوم بقى اللي بعده بنشوف ان الفارس اللي بيكون اشترى من كيميتشي الخناجر بيكون وصل له لعند البيت الجديد بتاعه، واول حاجه بقى بيشوفها عنده هي الالواح الشمسيه، ويبدا بقى يسال كيميتشي هي الحاجات ديت بالظبط. كيميتشي بقى بيرد عليه بكل هدوء وبيعرفه ان دي بتكون الادوات السحريه الخاصه بيه. بيقول له بقى خلي بالك يا معلم الحاجات ديت تعتبر سر بيني وما بينك وما ينفعش اي حد يعرفها. فارس بيقول له طالما كده فانا كمان عندي سر لازم ان انا اقوله لك. وبيبدا بقى يعرفه ان في شخص موجود في المدينه دلوقتي الكل بيكون عاملين يتكلموا عليه ان هو بدا يبيع كميات كبيره جدا من الصلصه. كيميتشي بقى بيكون مستغرب من الكلام ده وبيبدا بقى يساله طب هي نوع الصلصه ديت او الحاجه اللي هو بيبيعها ديت اسمها ايه بالظبط. والفارس بقى بيبدا ان هو يفتكر اسم الحاجه وبيقول له مايونيز. هنا بقى كيميتشي اول ما بيسمع الكلمه ديت بيتاكد بالفعل ان شكوكه كانت صح. بالفعل في شخص موجود هنا في المدينه بيكون من العالم الاخر اللي هو بيكون جه منه. لما بيخلص مع الفارس بيقرر بقى انه يروح للسوق، ولكن اول ما بيوصل هناك بيتفاجئ ان في تجمع من الناس موجودين حوالين شخص معين. ولما بقى بيقرب
بيقرب منهم عشان يفهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط، بيتفاجئ ان ابو برمولا هو اللي بيكون متلقح على الارض وبيكون منهار من العياط، والسبب هم قطاع الطرق، ان هم بيكونوا هاجموا على عربيات البضائع الخاصه بيه. ومش كده وبس، لا كمان قدروا ان هم يخطفوا برمولا. المشكله ان قطاع الطرق دول بيكونوا خطيرين جدا وما عندهمش اي رحمه، وبالنسبه للقائد بتاعهم بيكون اسمه شغا. لما بقى كينشي بيسمع كل ده بيبدا ان هو يحس ان فعلا الموضوع خطير ومش سهل خالص. لسه بقى بيبدا ان هو يفكر ان هو يسيب المكان ده ويخلع، ولكن بيتفاجئ ان ابو برمولا بيبدا ان هو يتشبث بيه وكمان يتحايل عليه، عرف ان هو مستعد يعمل له اي حاجه يطلبها مجرد ما ينقذ بنته. وهنا بقى بنشوف ان كيميتشي بيكون متردد لان هو ما بيكونش مقاتل محترف ولا عنده اي خبره قتاليه، لكن هنا بيقرر بقى ان هو يجمع اعصابه وبيقرر بقى ان هو يعمل اللي يقدر عليه. واول حاجه بقى بيقرر ان هو يعملها ان هو ياخد مبلغ من ابو برمولا عشان يقدر ان هو يشتري المعدات اللي هيستعملها. وبالفعل ابو برمولا ما بيكونش عنده اي مانع وبيديله المبلغ اللي هو بيكون عاوزه، ولكن طبعا ده في مقابل ان هو ينقذ بنته. بعد بقى شويه تحريات بيقدر ان هو يكتشف المقر الخاص بقطاع الطرق، بيكون بقى في قلعه مهجوره موجوده في جنوب المدينه. بيبدا بقى ان هو يتكلم مع الناس وبيحاول ان هو يقنعهم ان هو عنده قدرات سحريه، ونشوف ان هو بيشتري عربيه كبيره عشان يقدر ان هو يشيل فيها كل الناس اللي هيبداوا ان هم يساعدوه. ولما بقى بيبدا ان هو يتكلم معاهم بيعرفهم ان هو يقدر يسخر الاداه ديت زي ما هو بيكون عاوز. مش كده وبس، لا كمان بيقرر ان هو يعرض عليهم مكافاه ماليه لاي حد هيبدا ان هو يساعدهم. ولكن هنا المفاجاه ان كل اهل المدينه بيرفضوا ان هم يساعدوه اصلا، ان هم بيكونوا خايفين من العصابه لانها بتكون خطيره جدا. هنا بقى كيميتشي بيبدا بقى انه يحس بالاحباط لانه حاسس ان مفيش اي حد عايز يساعده. ولكن هنا المفاجاه ان النمر اللي كيميتشي بيكون ساعده قبل كده بيكون وصل لعندهم، كأن بيقول للكيميتشي ان انا جاي هنا عشان ارد لك الجميل. والموضوع ما بيقفش لحد هنا وبس، لا بنشوف ان تينا وكل القطط البشريه بيوصلوا، وكمان الفارس بيقرر ان هو يساعده. كل اصدقائه اللي بيكون عارفهم من ساعه ما جه المدينه دي بيكون عندهم استعداد ان هم يساعدوه في اي حاجه يعملها، لدرجه ان الحاجه سوسن بتقول له بص كده يا ابني، انا ما عنديش اي خبره قتاليه يعني مش هقدر افيدكم في الحته دي، ولكن كل اللي اقدر عليه ان انا اعمل لكم شويه اكل يغذوكوا كده قبل المعركه. اما ان كيميتشي دلوقتي بيكون تقريبا جمع الفريق اللي هو بيكون عاوزه، وبيقرر بقى ان هو اول حاجه يعملها يروح لنقابه المغامرين عشان يسجل نفسه كمغامر رسمي، اللي بيسمح له انه ياخد التصريح عشان يبدا بقى انه يهجم على القلعه اللي فيها العصابه. بالفعل بعد لحظات كلهم بيبداوا ان هم يتوجهوا للجنوب ناحيه القلعه اللي فيها برمولا عشان ناويين ان هم ينقذوها. بما ان الطريق بيكون طويل حبتين فبيقرروا ان هم يستريحوا في نص الطريق. بعد ما بيستريحوا وبيظبطوا نفسهم بنشوف ان كيميتشي بيكون وزع عليهم ادوات لاسلكيه، وكالعاده بيبدا بقى انه يفهمهم ان الادوات دي بتكون عباره عن ادوات سحريه وان ده السحر الخاص بيه. ولكن قبل ما بيتحركوا بنشوف ان الحاج سوسن بتبدا بقى انها تتكلم معاهم وبتنبههم ان هم لازم ياخدوا بالهم من نفسهم كويس جدا. وكيميتشي بقى بيقول لها بص كده يا حاج، احنا لو ما رجعناش في خلال 24 ساعه الجايين انت لازم ترجعي فورا للمدينه وتجيبي الدعم عشان تيجي تحاولي تنقذينا. بالفعل صديقي، بعد لحظات بنشوف ان هم كلهم بيركبوا العربيه وبيبداوا ان هم يتوجهوا ناحيه القلعه. واول بقى لما بيقربوا منها بنشوف ان تينا بتبدا بقى انها تستعمل مهارات التسلل الخاصه بيها، طبعا عشان تقدر انها تجمع المعلومات اللي هي بتكون محتاجاها بالنسبه للحراس اللي بيكونوا بيحرسوا القلعه. وبعد لما بتنتهي من الكلام ده بتبدا بقى انها تتواصل مع كيميتشي من خلال اللاسلكي وبتدي له كل المعلومات اللي بتكون قدرت تجمعها. وبعد ما بتاخد اشاره الهجوم من كيميتشي بتبدا بقى انها تستعمل القوس والسهم الخاص بيها، وبالفعل بتقدر انها تصيب 2 من وسط الحراس. وبالنسبه بقى لكيميتشي بيتاكد ان دي بتكون الفرصه المثاليه بما ان الحراس دلوقتي بيكونوا متشتتين وبيبداوا ان هم يهجموا على القلعه. وبالنسبه بقى للساحر بنشوف انه بيبدا ان هو يستعمل مهاراته السحريه وبيقدر ان هو يفجر البوابه اللي بيفتح لهم ثغره في دفاعات القلعه وبيبداوا ان هم يقتحموها. بالنسبه بقى للمواجهه كانت عنيفه جدا لان عدد افراد العصابه بيكونوا كتير فشخ، بس ده على مين؟ ده كيميتشي ابن الجامدين. بنشوف ان هو بيستدعي الحفار الخاص بيه وبيبدا بقى ان هو يدغدغهم لحد ما اخيرا في النهايه بنشوف ان زعيم العصابه شغا بيكون ظهر، لكن الوقت ده بيكون معاه برمولا وبتكون تحت تهديد السلاح، وبيبدا بقى ان هو يصيح فيهم وبيهددهم ان اي حد فيهم هيتحرك ويعمل اي حاجه كده ولا كده فمش هيتردد ان هو يقتلها. اما بقى بالنسبه لكيميتشي بيحس ان الوضع بيكون خطير جدا وعشان كده بيقرر انه يستعمل الخطه البديله. من خلال بقى الليزر اللي هو بيستعمله ده بيقدر ان هو يلهي شغا، بالفعل بيقدر ان هو يشتت انتباهه. وبنشوف ان تينا بتقرر فورا انها تتدخل، بفضل بقى سرعتها بنشوف انها بتقدر انها تستعمل القوس والسهم وبترشق له سهم في صدره. اما بقى بالنسبه لبرمولا بتكون قدرت انها تتحرر اخيرا من ايد شغا. اما بقى بالنسبه لتينا بتقرر بقى انها تديله القضيه بسهم كده في دماغه هيد شوت. وبعد ما بتنتهي المهمه بنشوف ان صاحبنا كيميتشي بيقرر انه يبعت مرسال للمدينه عشان يبلغهم ان هم بيكونوا قدروا ينقذوا برمولا. ومش كده وبس، لا هم كمان بيكونوا قدروا يحرروا كل الاسرى اللي شغا بيكون خاطفهم من فتره طويله. بما ان كيميتشي بيكون قلب كبير فبيقرر انه يروق عليهم وبيشتري لهم هدوم جديده وكمان بيديهم اكل، طبعا في محاوله منه ان هو يحسسهم بشويه من الامان. اثناء هم بقى بيكونوا راجعين المدينه بنشوف ان في بنت صغيره من الاسرى ما بتكونش راضيه انها تسيبه نهائيا. ولكن المهم بعد ما بيرجعوا تاني للمدينه وكيميتشي اول ما بيوصل عند ابو برمولا وبيشوف بنته بيكون عاجز عن الكلام وما بيكونش عارف يشكر كيميتشي ازاي اصلا. اما بقى بالنسبه لصاحبنا بيقرر انه يرجع تاني للغابه، ولكن هنا بتكون المفاجاه بالنسبه له ان القطط البشريه بيكونوا عمالين يحرقوا في جثث العصابه. ومش كده وبس، بنشوف ان القطط البشريه بيكونوا قطعوا رؤوسهم تماما، ده بقى اللي بيخليه في قمه الاندهاش ومش عارف هم بيعملوا كده ليه اصلا. لكن القطط البشريه دي بيبداوا ان هم يتكلموا معاه وبيفهموا ان ده بيكون امر طبيعي جدا، ان الناس ديت مجرمين محطوط على رؤوسهم مكافاه ولازم ان انت تروح بالرؤوس ديت لنقابه المغامرين عشان تحصل
تحصل على المكافاه اللي تستحقها، لكن ما بيكونش شغل الموضوع ده دلوقتي، وبيقرر بقى انه يرجع الاسرى تاني لاهاليهم. اما بالنسبه للفتاه الصغيره ديت اللي بالمناسبه بيكون اسمها انيموني، بتكون رافضه انها تسيبه باي طريقه. بقى كيميتشي بيتاكد ان البت ديت ما بتكونش اتخطفت ولا حاجه، بل اهلها هم اللي بيكونوا تخلوا عنها، اللي خلتها انها تفقد الثقه فيهم وما بتكونش حابه انها ترجع ليهم نهائيا. هو بيكون الشخص الوحيد اللي بيكون حاسسها بالامان، فهي بتكون مطمنه له. بين الوقت بيكون متاخر، بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يروح عند مديحه عشان ياجروا غرفه ليهم. اما بقى بيرجع تاني للسوق، بيقرر انه يبيع كل الادوات اللي بيكون قدر انه يجمعها من قطاع الطرق. بالنسبه للارباح اللي بيكون حصل عليها، بيقرر انه يوزعها ما بينهم بالتساوي. بعد كده بقى بينزل للسوق هو وانيموني، وبيقرر انهم يشتروا شويه فاكهه، ولكن مره واحده بيبدا بقى انه يحس ان في حاجه غريبه وان في ناس كده عمالين ان هم يراقبوه. لما بقى كيميتشي بيتاكد ان هو بيكون مطارد، بيقرر انه ياخد انيموني ويهربوا من المكان حالا، لكن اللي بيطاردوه بيكونوا اسرع منه بكتير جدا، وبيقدروا ان هم يحاصروه من كل مكان. زي ما انت عارف ان كيميتشي اول ما بيتزنق بيقرر انه يطلع النبله وبومب الايد، وبيبدا بقى انه يفنجر في ديك ابوهم. ده بقى انفجارات بومب الايد، الناس بتبدا بقى انها تلاحظ اللي بيحصل، وعشان كده بنشوف ان الناس دي بيقرروا ان هم يسيبوه يخلعوا قبل ما يتقفشوا. بعد كده بقى معلم بنشوف ان ابو رومولا بيكون وصل عند كيميتشي، وبيقرر بقى انه ياخده معاه في قلب العربيه. يبدا بقى انه يفهموا الناس اللي كانوا عمالين يتتبعوه من شويه جاله لشخص ملكي في المملكه، كانوا عايزين ان هم يعملوا له شويه مهمات. اما بقى بالنسبه لبرمولا، كل اللي بيكون شغل تفكيرها كيميتشي واللي بيكون عامله لها، ده بقى اللي بيخليها انها بتكون عايزه ترد له الجميل باي طريقه. عشان كده بيقرر بقى انها تروح للمنزل بتاعه عشان ترد له الجميل، ولكن هنا المفاجاه ان المنزل بتاعه بيكون اختفى تماما. بقى اللي بيخليها انها بتكون خايفه عليه ان هو ممكن يكون ساب المدينه وما يرجع لهاش مره ثانيه. وايوه صديقي، هو ده فعلا اللي حصل، لان كيميتشي بيكون خد المنزل بتاعه وخد كل حاجه تخصه، وقرر انه يبعد عن المدينه لانه ما بيكونش حابب يدخل نفسه في مشاكل وعايز يعيش حياه هادئه. نشوف ان هو بيكون اشترى دراجه ناريه، وبيقرر انه ياخد النمر وانيموني وبيروحوا لمكان بعيد. وبعد بقى رحله طويله بنشوف ان هم بيوصلوا عند بحيره، والمكان ده بقى بيعجبهم، وعشان كده بيقرروا ان هم يستريحوا فيه حبتين، لدرجه ان كيميتشي بيطلع الكوه الخاص بيه وكل الادوات اللي كان بيستعملها. بعد ما بيصطادوا شويه سمك زي الفل، بيعملوا لنفسهم اكله معتبره. وفي تاني يوم بقى هنا بتكون المفاجاه ان تينا بتكون وصلت لعندهم، لانها بتمتلك حاسه شم قويه جدا، وطول الطريق كانت عماله انها تتبع الريحه الخاصه بيهم. لما بقى بتتكلم مع كيميتشي، اول حاجه بتعرفها له ان برمولا دلوقتي بتكون اتخطبت للفارس. مع الرغم ان كيميتشي بيكون مبسوط بالخبر ده وكان حابب ان هو يروح يبارك لها، ولكن هو ما بيكونش حابب يرجع للمدينه لانه عايز يعيش حياه هادئه. لما بقى بيقعد مع تينا وانيموني، بيكتشف ان الاثنين دول بيكونوا على الله حكايتهم ولا بيقدروا ان هم يقراوا ولا يكتبوا، عشان يقدروا يعلمهم. فبيقرر بقى انه يستعين بكتب فيها شويه صور مصغره، لكن للاسف الهدوء ده ما يدومش لفتره طويله، لان هو بيتفاجئ ان في مركبه بتبدا بقى انها تقرب منهم. واول بقى ما بيحس بالخطر بيقرر انه يدخل البنات للكوخ، وبعد كده بيتوجه بنفسه للمركب ده عشان يعرف هم عايزين منه ايه بالظبط. لما بقى بيوصل هناك وبيكون رافع عليهم الاسلحه الخاصه بيه، بيبداوا ان هم يهدوه، بيقولوا بص كده يا معلم، احنا مش جايين في شر ولا في اي حاجه من اللي في دماغك فيها اصلا، عارفين ان هم بيكونوا جيرانه ولكن من مدينه قريبه جدا منه، دوبك هم جايين هنا عشان حابين ان هم يتعرفوا عليه وبعد كده هيسيبوه ويمشوا. بقى كيميتشي بيخلص معاهم وبيرجع تاني للكوخ، بيقرر بقى انه يتوجه لناحيه المدينه ديت لان هو بيكون عنده فضول يروح لهناك. بعد رحله قصيره بالفعل بيقدر انه يوصل المدينه، واول حاجه بقى بيقرر ان هو يعملها يسجل نفسه في قلب نقابه المغامرين. اول ما بيدخل النقابه، الناس كلها بيبداوا ان هم يتعرفوا عليه، وخاصه موظفه الاستقبال. هنا بقى بنكتشف يا صديقي ان كيميتشي اصبح شخص مشهور بعد ما خلص على قطاع الطرق. لما بيخلص كل اموره في نقابه المغامرين وبيخرج منها، بيتفاجئ ان في اب وبنته بيكونوا متثبتين وفي ناس عاملين يسرقوهم. اول لما كيميتشي بيحس ان الوضع بيكون خطير جدا، بيقرر انه يتدخل، ولكن طبعا بيقرر انه يلبس قناع عشان هويته ما تتكشفش. كالعاده في المواقف دي بيطلع النبله بتاعته وكمان البومب العيد، وبيبدا بقى انه يفنجر في ديك ابوهم. اما بقى شويه الحراميه دول بيحسوا بالخطر، فبيقرروا انهم يسيبوا المكان ده ويخلعوا. كيميتشي بقى بيبدا انه يتكلم مع الاب والبنت ديت، وبيكتشف ان الجدع ده بيكون اسمه كروتون. والمصادفه العجيبه ان هو ده نفس الشخص اللي كيميتشي بيكون قبله عند البحيره قبل كده. هنا بقى بنشوف ان كروتون بيقرر بقى انه يشكر كيميتشي لدرجه ان هو بياخده عنده للمنزل عشان يشكره على كل حاجه بيكون عاملها له. بتمر عليه الايام، وبنشوف ان كيميتشي بيكون مبسوط جدا بالحاله الهاديه اللي هو بيكون عايشها، لكن زي ما انت عارف ان دوام الحال من المحال، ان بنت كروتون بتكون مصابه بالحمى، والمرض ده بيكون خطير جدا. فكروتون بيقرر فورا انه يروح عند كيميتشي على امل انه يحصل على علاج يقدر انه يساعد بيه بنته، لكن للاسف كيميتشي ما بيكونش عنده ترياق للمرض ده اصلا. بعد كده بقى بيروح للساحره وبيقرر انه ياخدها لبيت كروتون عشان يشوف البت ديت ويعالجوها ازاي. اما بس الساحره ديت بتشوف البت، بتفاجئوا ان مفيش اي ترياق ينفع معاها غير زهره واحده بس بتظهر في منتصف الغابه. مع الرغم ان الغابه ديت بتكون خطيره جدا، بنشوف ان كيميتشي وكروتون بيقرروا ان هم يدخلوا جواها. بعد شويه ماشي زي الفل، هنا بقى كيميتشي بيبدا بقى انه يحس بالخطر لان في حد بيبدا انه يراقبهم، لكن هنا بتكون المفاجاه صديقي، لان اللي كان بيراقبه طول الفتره اللي فاتت ديت هو النمر اللي بيكون عالجه قبل كده. طول الفتره اللي فاتت هو كان اصلا عمال يتتبعهم. المهم بقى معلم، بيكملوا بقى طريقهم، اخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا لمنتصف الغابه، وعشان كده بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يشتري قارب صغير، طبعا عشان يقدروا ان هم يوصلوا للينبوع اللي بتنبت فيه الزهره. وبعد شويه بحث اخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا للزهره اللي هيصنعوا منها الترياق. بعد ما كيميتشي بيقدر ان هو يجمع الازهار المطلوبه، بيقرر انه يديها
كروتون، ولكن بدون اي سابق انذار بنشوف ان الذئاب الوحشيه بيبداوا ان هم يهجموا عليهم. لكن ده على مين؟ ده كميتشي ابن الجامدين. بنشوف ان هو فورا بيطلع بومب العيد وبيبدا بقى ان هو يفنجر ديك ابوهم. هنا بقى بنكتشف يا صديقي ان كل اللي حصل ده بيكون عباره عن فخ هم بيكونوا وقعوا فيه. كل خططوا للفخ ده هم الناس اللي كانوا مسبين كروتون وبنته قبل كده. فورا بيبداوا ان هم يستعملوا صفاره سحريه عشان الذئاب الوحشيه يبداوا ان هم يهجموا عليهم. لكن اللي ما فيش اي حد كان عامل حسابه ان في دب متوحش بيظهر في المكان. الذئاب اللي كان جاي هنا عشان تعمل النمره دي اول ما بيحسوا بالخطر بيقرروا كلهم ان هم يهربوا. اما بقى بالنسبه للدب ده بنشوف ان هو بيقدر يقفش واحد من اللصوص وحرفيا بيكسر له عظمه. اما بقى النمر ده بيحس ان الوضع بيكون خطير جدا بيقرر انه يهجم على الدب عشان يحمي كيميتشي منه. هنا بقى بنشوف ان كيميتشي بيقرر انه يستغل اللحظه ديت وبيهجم عليه بالقوس والسهم وبيرشق له سهمه في نص دماغه. ومش كده وبس، لا بيهجم عليه بكميه كبيره جدا من بومب العيد واخيرا بيقدر ان هو يخلص عليه. وبكده بقى صديقي يكون قدروا ان هم يخلصوا المهمه بتاعتهم بنجاح، وبعد كده بيقدروا ان هم يرجعوا للبيت في الوقت المناسب، وده طبعا عشان يقدروا ان هم يصنعوا الترياق وبيعالجوا بيها هذه الفتاه. اما بقى بالنسبه للشخص اللي الدب بيكون خرشمه بنشوف ان كيميتشي بيكون جابه معاه. بيقرر كمان ان هو يعالجه عشان بيكون عايز ياخد منه كل المعلومات اللي يقدر عليها. فهم بقى ليه اللصوص دول بيكونوا مستهدفين كروتون وبنته. كيميتشي بقى بيبدا بقى يفهم من الجدع ده ان في شويه لصوص بيكونوا عايزين ان هم ينتقموا من كروتون لان هو بيكون يتسبب في حبسهم. الشخص ده بيبدا ان هو يتكلم مع كيميتشي وبيوعده ان هو طالما انقذه مش هيجوا جنب كروتون نهائيا مره ثانيه. وبعد كده بقى بنشوف ان كيميتشي بيروح عند كروتون وبيبدا بقى انه يقنعه ان هو يسيب المدينه ديت وينتقل لمكان تاني بعيد عن المشاكل. لكن كروتون بيكون رافض الاقتراح ده تماما، اللي هو بيكون اتولد في البلد ديت ومش عايز ان هو يسيبها اصلا. المهم بقى في تاني يوم بنشوف ان كيميتشي بيروح لنقابه المغامرين وبيكون معاه جثه الدب اللي بيكونوا اصطادوا في الغابه. ده طبعا عشان يقدروا ان هم يستفادوا من الدب وخاصه الاحجار الكريمه اللي بتكون موجوده فيه، اللي من خلالها بيقدر انه يحصل على مبلغ كويس جدا. بعد ما بيخلص شغله في النقابه بيقرر انه يروح عند الساحره وبيطلب منها ان هو بيكون عاوز يتعلم اساسيات السحر. لكن الساحره دي كل اللي هي بتعمله معاه انها بتبيع له كتاب يقدر ان هو يتعلم منه التعويذه السحريه. طبعا اللي بيخليه ان هو بيكون متحمس جدا وبيقرر انه يرجع للمنزل. ولكن لما بيوصل هناك هنا بتكون المفاجاه ان برمولا اصلا بتكون مستنياه من بدري. اول بقى ما بتشوفها معلم ما اقولكش بتبدا بقى نتهزقه لان هو بيكون سابها فجاه بدون اي سابق انذار. ده اللي تسبب في خساره كبيره جدا لشركه والدها بما انها كانت معتمده على المنتجات اللي هو كان بيبيعها فيها. وهنا بقى كيميتشي بيحاول بقى ان هو يديها وبيقرر بقى ان هو ياخدها معاه للفندق عشان يفهمها كل اللي بيكون حصل معاه. ولما بقى بيوصل هناك بنشوف ان كيميتشي بيبدا بقى ان هو يتكلم مع برمولا وبيقول لها بص بقى يا ستي، تعرفوا ان هو فعلا ما كانش حابب يسيب المدينه ولكن المتاعب كانت بتجري وراه وقرر بقى انه يسيب المدينه ويروح يعيش في مكان هادي. بقى بيبدا يسالها عن الفارس بقى اللي هو بتكون مخطوبه له وايه الدنيا ما بينهم بالظبط. برمولا هنا بقى بتفاجئه وبتعرفه انها بتكون فسخت الخطوبه لانها ما كانش مستلطفاه اصلا. ومش كده وبس، لا كمان قررت انها مش ترجع للمدينه مره ثانيه، وفوق كل ده كمان هتقعد معاه، يعني اي مكان هيروح له هي كده كده هتروح معاه. كيميتشي بقى بيحاول ان هو يقنعها لازم ترجع للمدينه عشان ولادها اكيد هو بيكون قلقان عليها جدا، لكن بيعرف انها بتكون عنيده جدا وبيقرر بقى انه يسيبها على راحتها. بيقرر بقى انه يرضخ لطلباتها وبيقرر بقى انه ياخدها معاه للمنزل الخاص بيه. وبعد بقى يوم طويل بنشوف ان كيميتشي بيقرر بقى انه يرجع تاني للبيت عشان بيكون متحمس جدا ان هو يتعلم التعويذه السحريه اللي موجوده في الكتاب. ولكن للاسف كل المحاولات بتبوء بالفشل ومفيش اي حاجه بتنفع معاه. ده اللي بيخليه ان هو يحس بالاحباط، واثناء ما بيكون قاعد بنشوف ان انيموني بتقرب منه. ولما بقى بتمسك احد الكتب وبتبدا بقى انها تقرا فيه المفاجاه انها بتقدر انها تستعمل القوه السحريه بدون اي سابق انذار. بنشوف ان في انفجار بيحصل في المكان. سبب كده بنشوف ان في حريقه كبيره بتحصل في المكان كانت على وشك انها تنهي على المنزل تماما. كيميتشي بقى بيحس الموضوع ممكن انه يخرج عن السيطره، وعشان كده بيقرر بقى انه يروح يستعمل طفايات الحريق، وده طبعا عشان الموضوع ما يقلبش بكارثه. وسبب الصدمه اللي البت دي بتكون حصلت لها بنشوف ان هو بيغمى عليها. ولما بقى بتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها بتتفاجئ ان كلهم بيكونوا موجودين حواليها. لما بقى بتشوف في عينيهم ان هم فعلا بيكونوا قلقانين عليها بتبدا بقى انها تعتذر لهم لانها فعلا بتكون غلطانه. لكن على العكس تماما كيميتشي اصلا ما بيكونش زعلان منها، بل هو بيكون مبهور باللي بتكون قدرت انها تعمله، انها الوحيده اللي وسطهم اللي قدرت انها تستعمل السحر الخاص بيها وقدرت انها تستعمل احد التعويذ مع الرغم انها تقريبا بتكون عملت كارثه. بعد ما الدنيا بقى بتهدى والدنيا كلها بتكون زي الفل كيميتشي بقى بيبدا ان هو يتكلم معاهم، بيعرفوا انه بيكون عنده عزومه النهارده. العزومه دي يا صديقي بتكون عند بنت كروتون اللي بيكون كيميتشي انقذها قبل كده، رغم ان كلهم بيكونوا مندهشين من الاكل انهم اول مره فعلا يشوفوه، ولكن اول ما بيبداوا ان هم يستطعموه بيكون طعمه جامد جدا. برمولا لما بتشوف الكلام ده بتحس انها بتكون فرصه استثماريه وبتقرر بقى انها تستغل كيميتشي. تبدا تعرفهم ان هم لو باعوا الاكل ده في السوق فهم هيجمعوا شويه فلوس جامده جدا. العاده اي حاجه فيها فلوس يا معلم بنشوف ان كيميتشي بيكون راشق فيها.
فيها. بقى بينزلوا السوق وبيبداوا ان هم يبيعوا الاكل بتاعهم، الناس فعلا بتكون مبسوطه بيه جدا والمبيعات بتكون على اخرها. طبعا الحظ دايما مش هيكون بصفهم، لان في 2 مخدعين بيقربوا منهم، ولما بقى بياخدوا الاكل ده بيحطوا فيه حشرات، ودي طبعا الخطه الشهيره عند اي فود بلوجر عشان ما يدفعش الحساب. لكن هنا بنشوف ان في بنت بتظهر وبتكون اسمها نيبال، وبتقول لهم بص كده يا معلم اللي انتوا بتعملوه ده اصلا غلط. مش كده وبس، لا بتقرر كمان انها تفضحهم في المكان. الحشرات ديت ما كانتش في الاكل، بل هم اللي بيكونوا حاطينها. وشويه بقى المخدعين لما بيحسوا ان هم بيكونوا اتقفشوا وكرامتهم ممكن انها تتمسح بيهم الارض، بيقرروا ان هم يخلعوا من المكان. والبرمول بقى لما بتشوف الموقف ده بتحس ان البنت دي بتكون شجاعه، وعشان كده بتقرر انها تعينها الحارسه الشخصيه بتاعتها، طبعا عشان تحميها من شويه المتطفلين اللي بيكونوا موجودين في السوق. وفي تاني يوم بس صديقي بنشوف ان كيميتشي بيكون راح للغابه، وخاصه عند احد الجبال اللي بيكون مشهور ان فيه احجار كريمه كتيره جدا، وعشان كده بيقرر انه يصنع سلم يقدر ان هو يتسلق بيه من خلاله. انما هو بيكون عمال بيستكشف المكان، بنشوف ان برمولا بتوصل لعنده، حاول بقى انه يقنعها انها لازم ترجع تاني لعند والدها، لان هو اكيد بيكون قلقان عليها. لكن هي بتعرفه انها بتكون رافضه الكلام ده جدا، ولكن لما بيبص لعينيها بيكتشف انها فعلا بتكون معجبه بيه. يمر عليهم الايام يا صديقي، وبنشوف ان التجاره بتاعت برمولا بتكون كبرت، والمحلات بتاعتها بتكون كترت برضه. اما بقى بالنسبه لكيميتشي فبيكون قدر انه يجمع كميه كبيره من الاحجار النادره، ويقدر بقى من خلالها ان هو يبيعها للمتجر الالكتروني، وبيقدر انه يحصل على مبلغ كبير جدا. بالنسبه بقى للعائله كل واحد منهم بيكون عنده دور وعارف هو بيعمل ايه كويس. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الحكايه. اتمنى انها تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب الرايق. عايزين نوصل الفيديو ده 10000 لايك وبس كده صديقي. سلام.